بالله ايش رايكم؟ يعني ما شاء الله تبارك الله، غرضين وصلت في وقت واحد. ما انا عارف ايش اقول لكم. اول مره بتصير معانا حاجه زي كذا في القناه. بعطيكم قصه اليوم، كيف جمب فورس، ايش اللي صار معاها بالضبط، وقصه البرميل في نفس الوقت الغريب هذا اللي انا ما كنت متوقع انه حيوصلنا، بس فعليا وصلنا. بس في حاجه معينه لازم تعرفوها منها، نجرب حاجه جديده. فقبل ان نبدا الاشتراك واللايك والاماكن طبعا النشر، خلونا. طبعا اول شيء حنبدا بحق جمب فورس، بس خليني اقول لكم حاجه كده بسيطه. طبعا جمب فورس المفروض هذا يوصلنا تقريبا على يوم اتوقع الخميس او الجمعه اللي راحت. بس المشكله ان انا كنت اصلا في دبي على اساس نحضر التدشين الخاص بلعبه جمب فورس. طبعا حتشوفوا قدامكم بعض المقاطع البسيطه اللي صورتها. ايفنت جدا جميل وبسيط في نفس الوقت. وهنا خليني بس اركز على نقطه بسيطه. ليش؟ لانه بكل بساطه هذا اول ايفنت بينظموه بانداي نامكو بنفسهم، فعشان كذا كان بسيط. بس كميه التفاعل وكميه الناس اللي كانت متواجده حمستهم شويه، ولو انه بتعكس كمان برضو حماس الناس في منطقتنا العربيه. فيعطيهم العافيه بانداي نامكو، وخاصه اللعبه كمان لا تنسوا معربه ومدبلجه. حنلعب ان شاء الله في مقطع ثاني. بس صراحه حاب كمان اشكر الشباب اللي قابلتهم هناك في الامارات، يعطيكم الف عافيه. الحين نقدم لكم الطبق حق جمب فورس، ونبدا نخش في تفاصيل الباكج اللي وصلنا. اباكم تشوفون بس ايش اللي حصلناه. اول شيء في عندنا ستيكر خاص بناروتو. ايوه ناروتو عشان لا احد يقول له تراك تغلط. عندنا كمان هنا ويلكم ويونت تو فايت، اللي هو الفرق الخاصه، لانه في عندنا فرقه الفا تيم، وفي عندنا الفايلنز، وفي عندنا جاما تيم او بيتا تيم. الفايلنز هذول الوحوش، هوريكم اياها حتشوفونها هنا قدامكم زي ما انتم شايفين. ان شاء الله حنلعبها وحنتكلم عن الامور هذه. الاجمل من هذا كله، وهنا خلينا اقرب لكم شويه. حتشوفوا في عندنا بيت حديدي وكفر صراحه جميل جدا. شوفوا كيف جاي، والله شيء حلو الصراحه. يعطيهم العافيه بانداي نامكو، والله شادين حيلهم صراحه. هنا الظاهر انها استيكرات. خلينا اوريكم استيكرات ايش هي اللي موجوده معانا. في عندنا ستيكر، قولوا لي ايش الشخصيات اللي موجوده، اكتبوا لي اسمائها تحت. في عندنا كمان هنا زي ما انتم شايفين. وبرضه خلونا نعرف ايش اقوى الشخصيات اللي متواجده اللي انتم تنصحوا نلعب فيها، لان انا مو ببالي صراحه غير شخصيه زورو من ون بيس اللي احس كذا جدا متحمس اني العب فيه، ولو انه بطل لعبه بليتش كمان يمدحوه يقولوا كمان قوي. هنا في عندنا بوست كبير ما شاء الله. في لاعبين كثر من حقين لعبه جامب فورس، او من شخصيات خلينا نقول انمي بشكل عام متواجدين في بوست واحد. خلونا نخش دحين في المهم. هذا المهم دحين، هذا المهم يا جماعة. هنا اتوقع في فيجرز اذا ما خاب ظني. طبعا انا فكيت اللصق على اساس انه يسهل علي في الفيديو وما ياخذ مني وقت. خلونا نركب مع بعض الفيجرز الجميل هذا اللي وصلنا منه. هذه الشخصيات. اول شخصيه معانا من دراغون بول، اعتقد جوكو، يعني انا ماني حافظ الشخصيات. احس شخصيات دراغون بول يتشابهون كثير مع بعض. في عندنا هنا الون بيس لوفي المعروف لا يعرف على قولتهم. هنا عندنا القطعه هذه او الحاجه هذه اللي المفروض انهم يكونوا متجمعين عليه. طبعا شخصيه ناروتو. بعطيكم دحين كذا صور بس من قريب قبل لا نبدا نركبهم. زي ما انتم شايفين هذا ناروتو، شيء حلو الصراحه. دراغون بول بس اكدوا لي عاد عندنا مهند ما شاء الله انمي جوست تخصص دراغون بول، محبوب الشعب على قولتهم. ان شاء الله انكم تشوفوه كويس. اعتقد كذا باين لكم كويس. اللي زي ما انتم شايفين عليها كلمه جمب فورس، حنركبها عليها حوريكم كيف حيصير شكله.
هذا افكر اسميه برميل المندي، يعني فعليا كبير. وقصته بكل بساطة يعني ممكن تضحك، بس انا اصلا استلمت الباكج حق ميترو نسخة الاعلاميين، وعلى بالي انه كذا الموضوع خلاص. فاللي صار انه دق علي نفس الشخص اللي سلمني الباكج، قال لي عندك باكج ثاني. هنا انا استغربت، باكج ثاني؟ قلت له تراك امس انت جيتني. فقال لي لا، حتى هو مسكينة اللبخ وراح اتاكد، قال لي فعلا في باكج ثاني. وبس، وجاب لي الباكج. الصدفة انه هو حق جام فورجا وفي وقت واحد. طبعا هذا بداية الصندوق، خلينا نشوفه مع بعض. في عندنا النسخة اللي حقت الكوليكتر، ما شاء الله تبارك الله، شايفين قديش حجمها؟ والله فخمة صراحة. النسخة حقت ميترو، النسخة هذه بالتحديد والله فخمة. يعني شوفوا كيف، شوفوا كيف. طبعا عندنا تعرفون النجمة حقت علم روسيا، شوفوا كيف الغلاف، شيء والله العظيم محترم. طبعا هذا اللي كان عليه. وبعد كذا في اغراض جوا طبعا، بس هو ذا، ما في شيء ثاني ترى، فعليا هو ذا بس. هذا البيت نفسه والكفر. لاحظوا كيف القطار. في عندنا هنا زي ما انتم شايفين. الأهم من هذا كله في خريطة. خريطة والله فيها يمكن ترى حرق، لأنه أنواع الوحوش زي ما انتم شايفين. في دود وفي أشياء غريبة والله تحمست أكمل اللعبة عشان أشوف الأشياء الغريبة هذه أكثر. هنا عندنا، طيب هذا خلاص. هنا طبعا في عندنا كتيب اللي هو الرسومات الفنية، تشوفونه شيء رهيب والله، فخمة. يعني اللي بياخذ نسخة الكوليكتر هذه الكبيرة والله شيء محترم. خلينا لسه ورانا شيء برميل المندي هذا، ماني داري هنا ايش فيه، على شكل سي دي قال لك قديم. هذا عشان تحط فيه شكله الأغراض. لا والله في أشياء، والله يا عيال في أشياء جوا والله يا جماعة الخير. في أشياء. في عندنا رسالة، خلينا نشوف الرسالة هذه ايش فيها. فيها صور، فيها صور. اوكي شوف الصور، ما شاء الله تبارك الله. ريحة كذا حتى حقت كرتون قوية والله، في ريحة مكتومة. شوفوها كيف. فيها صور لمعالم بعض العواصم. عندنا واشنطن، اتوقع هذه لندن، باريس زي ما انتم شايفين. وهنا اتوقع ايطاليا اذا ما خاب ظني، يمكن البندقية، ما اعرف. شوفوها قولوا لي اذا عرفتوها. هذه الاولى. نشوف الرسالة الثانية. كمان فوق الشعارات اللي عندي، شوف الشعارات اللي اعطونا اياها، شيء جميل والله محترم للأمانة. هنا برضو كمان في شغلة، شايفين في قلادة والله مرة جميلة القلادة، شوفوها شايفين كيف، والله شيء أسطوري للأمانة. لا والله شغل فخم. أنا ما أعرف الصراحة كم سعره برا، أنا ما أعرف للأمانة كم سعره، بس اللي يشوف سعره في أمازون المواقع دي يا ليت يبلغنا. معليش إذا انتم شايفين وجهي، بس ما شاء الله كبير البرميل ده حق المندي، ولسه شكله مليان. واخيرا يا جماعه وصلنا لشيء كذا خلينا نقول اسهل من اول بكثير. متحمس الامانه اشوف ايش في جوا، بس تفكها من 3 اماكن. ايوه هذا فيجرز. لاحظوا ايش مكتوب، خلينا اقربها لكم. شايفين؟ طيب نروح للي بعده. طاحت اغراض يا جماعه. شايفين اللي انا شايفه؟ طيب يا جماعه واضح انه في وحش. بوريكم التفاصيل دحين اللي حاطينها. ابغى اشوف لكم، طبعا بصور لكم اياه من قريب. شايفين الرشاش؟ تفاصيل رهيبه فيه، حتى ثقيل والله. هذا الشوتجن
شيء جميل للأمانة وثقيل والله، ثقيل. هنا في شيء عجبني انه في خيط حاطينه معلقينه على اساس انك تقدر تستخدمه زي ما انتم شايفين، اللي هي الدربيل الناظور. صراحة أتمنى أنكم استمتعتوا بالأغراض هذه، وأهم شيء طبعا الرشاش اللي بحط له إياه هنا أساس تكون شايفينه كويس. لما أنا استمتعت بالإنبوكسنج هذا، يمكن أفضل إنبوكسنج سويته إلى الآن عندي في القناة. والكاميرا المشكلة ما مساعدتنا عشان عدستها شوية زوم، فيهم أنكم تشوفون الحاجتين هذه بشكلها الكامل. فبس يعطيكم العافية على المتابعة، نشوفكم إن شاء الله في مقطع ثاني جدا قريب. مع السلامة.